في قاموس أهل زمان كان العيد يعني انطلاق ومرح في الشوارع اللي كانت بتشيل عدد قليل من الناس قبل ما يزيد عدد السكان وعربياتهم تملى الشوارع. زمان كنا بنحس بريحة العيد قبل ما يجي بشهر، ننظف البيت ونشتري لبس جديد ونشتري الأضحية ونفضل نربيها ونهتم بيها لحد يوم العيد. كنا بننام نحلم بالعيدية علشان نتسابق مع أصحابنا وقرايبنا ونشوف مين فينا الأغنى ومين أكتر واحد لم عيدية، وكنا بناخدها نشتري بيها لعب ومسدسات. ويوم العيد الصبح بعد صلاة العيد مباشرة بتتجمع العيلة كلها علشان يشوفوا الذبيحة وهي بتتذبح، وأول ما بيوصل الجزار بيبدأوا الستات يجهزوا الأطباق علشان يستقبلوا فيها اللحمة، وبعد ما بيوزعوا اللحمة بيروحوا الحدائق والمنتزهات ويزوروا قرايبهم. من الحاجات المهمة في العيد زمان زيارة المقابر واللي لسه موجودة دلوقتي، والعيال الصغيرين بيخرجوا من الصبح بدري بيرجعوا آخر اليوم بعد ما يكونوا جمعوا كمية كبيرة من العيدية. ومن مظاهر الاحتفال بالأعياد في مصر زمان مرجحة خشب وعزف بيانولا وقراداتي على الكورنيش. اتغيرت الأماكن واتغيرت الطقوس، بس لسه فرحة العيد ما بتغيبش عن عيون الناس في كل زمان.